لو لقيت شعرايه عند اي واحده فيكم هلسعه. باي. ياسمين صبري كانت محتكراه وحجزاله مقعد ثابت في طيارتها الخاصة، وأسماء جلال خطفته منها بيلبس شنط حريمي أقل شنطة فيهم عاملة 600,000 جنيه. خلى فنانات مصر كلهم كوبي بيست من بعض، بيعمل ليزر وشال حواجبه وشعر صدره وشنبه ودقنه للأبد. ثروته تخطت ال 100 مليون جنيه، وراكب مرسيدس ب 18 مليون. حكاية شريف طانيوس أغرب راجل في مصر. شريف مصري لبناني مسيحي الديانة، قضى نص حياته في فرنسا، ومن صغره كان ملموم على شلة بنات وملوش في صحوبية الرجالة. ولما كبر رجع مصر، وكان بيتعرض للتنمر على أسلوب مشيته ولبسه، وده كان غريب عليه لانه بره كانوا بيسموها حريه شخصيه. وفي مره كان خارج مع صاحبته وهي نازله تشتري ميك اب، ودخلوا براند سيفورا وانبهر بالمنتجات المرصوصه على الارفف، وقعد يتحايل على السيلز يجرب على وشه الفاونديشن والايلاينر، وخرج من المحل وهو محدد شغفه ومقرر مستقبله. رجع باريس على اول طياره يدرس فن الميك اب في اشهر اكاديميه هناك، وبعد الدراسه نزل مصر فتح اكاديميه لتعليم كورسات الميك اب، وعمل حيله خليته ياكل السوق بدل ما يعمل دعايه واعلان ويفتح كوافير ويربي سمعه براند في سنين. قال لا، انا هخلي وشي هو البراند، وراح عمل جلسات ليزر ومايكرو بيلدينج، وبقى يطبق ميك اب كامل على نفسه، لدرجه ان اي فنانه تشوفه بقت ترمي الكتالوج وتقول له انا عايزه اللوك بتاعك، لدرجه انه خلى نص فنانين مصر شبهه، وبالتحديد اسماء جلال اللي نجحت تخطفه من ياسمين صبري بعد ما كان ماضي معاها احتكار، وحجزاله كرسي ثابت في طيارتها الخاصه. واتنشرت لهم صوره شهيره كان لابس فيها شنطه حريمي عامله 600,000 جنيه. ياسمين ما كانتش بتخرج ولا تسافر من غيره، وبفضله يرجع ارتفاع سعر ياسمين صبري كموديل اعلانات وسفيره براندات عالميه، لكنها قطعت علاقتها بيه بعد ما طالتها اشاعات ارتباطهم، وقالت ده زي اخويا. والفنانات ما صدقوا يخرج من عبايه ياسمين وتناوبوا عليه بالحجز. خد عندك ضره وهنادي مهنا وبسنت شوقي وانجي المقدم ونادين نسيب نجيب ومايا دياب وطارق عماد وهدى المفتي، كلهم ما يقدروش يعيشوا من غيره. واخرهم الكوين غادة عبد الرازق اللي عملت معاه تيك توك وهي شبهه الخالق الناطق. شريف نجح وهو 28 سنه يعمل ثروه معديه ال 100 مليون، وراكب عربيه مرسيدس ثمنها 18 مليون، وبيقبض من الفنانات بالدولار، وبيسافر دبي سبيشال اوردر للبلوجرز، والطيران والاقامه على العميله، وبياخد في الافراح 50,000 جنيه على العروسه بشرط تحجز معاه قبل الفرح بسنه. وطبعا مفيش قرش بيجي بالساهل. في المقابل شريف بيقابل كومنتات مسيئه بتوصل لطعن في رجولته بسبب تشبهه بالنساء، لكنه بيرد اكل العيش مر. انا لو ربيت دقني مفيش فنانه هتجيبني، ولو على الرجوله فانا بلعب جيم عشان اظبط الارداف، فالرجوله فينا بس ربنا هدينا. وانت ايه رايك في رحله شريف طانيوس؟ ولو قابلته في الشارع هتقول له ايه؟